أحلى حاجة في مصر أهلها. أعزائي مشاهدي برنامج مصر وأهلها، أهلا بكم من جديد. النهاردة احنا جايين نتكلم عن مشكلة بتمس كل البيوت المصرية، استكمالا لباقي حلقتنا المرة اللي فاتت عن مشكلات الطلاق والزواج التاني. النهاردة جايين نتكلم في مشكلات الأزواج عموما، والمشكلات اللي بتؤدي إلى ارتفاع نسبة كبيرة جدا في الطلاق، وإن أغلب الحالات الطلاق بتتم في السنة الأولى، وخصوصا بين الازواج المتزوجين حديثا. في البدايه بحب ارحب بالزميل عصام القبلاوي. برحب اهلا بيك يا استاذ. اهلا بحضرتك. واستكمالا لباقي حلقتنا، عايزين نعرف استاذ عصام من وجهه نظرك كاعلامي فضيل، وطبعا انت عندك خبره كبيره جدا بما انك برضو كرجل ومتزوج، عندك فكره في ان يعني ليك وجهه نظر ان السنه الاولى دي بيحصل فيها مشكلات كتير، حضرتك عارف طبعا، فحابين نعرف ايه هي الاسباب دي. اولا يا استاذه، لو احنا حابين ان احنا نتكلم عن الخلافات الزوجيه والمشاكل، فاحنا بنقول ان الخلافات والمشاكل سنه من سنن الحياه، زي الزواج سنه من سنن الحياه، زي طبيعه الانسان، هي حاجات طبيعيه. لكن انا حابب ان انا اقرب بقى لوجهه نظر المشاهد في ان انا في مشكله عندي مشاكل، عندي خلافات، لكن الخبرة بتكمن في كيفية التعامل للتغلب على هذه المشاكل. لما أحب في البداية أقول إن في المشاكل الزوجية دي أنا حابب إن أنا أقسمها على موضوعين. الموضوع الأول موضوع بيمس 5 سنين، اول 5 سنين من الزواج، من السنه الاولى للسنه الخامسه، دي اللي بتحصل فيها المشكلات كلها، دي فيها مشاكل. لا هي طول العمر بيبقى فيه مشاكل، تمام، واخده بال حضرتك، وعلى مدار اليوم نفسه بتبقى احنا لسه ما فهمناش تفكير بعض، ما هي ما فهمناش تفكير بعض، او ما خدناش على بعض، او الطباع او المعرفه او المسؤوليه او كده، ده كله انا مقسمه في اول 5 سنين. يعني بمعنى انا عندي الخلافات الزوجيه بقول من السنه الاولى للسنه الخامسه مشاكل خاصه بنفسها، ومن سنه للسنه الخامسه فيما فوق بقى 7 سنين 10 سنين 15 سنه 20 سنه، دي ليها مشاكل اخرى. لما احب ان انا اقسم واقول المشاكل الخاصه في اول 5 سنين، قله المعرفه، يعني الزوجين بيبقوا جايين من الحياه العزوبيه لحياه الزوجيه، فبتحس بقى ان ايه، ده لسه ما يعرفش دي، ودي لسه ما تعرفش ده، فبالتالي بدايه قلة المعرفة ما بينهم والطباع مع بعضهم بينتج عنها بعض المشاكل. أيضا عملية اختلاف الطباع بقى، يعني ده الزوجة جاية متدلعة من بيت هاي شوية، الزوج جاي ريفي شوية، أو الزوج جاي متعود بقى على الخدم والحشم والقصة بتاعت أيام زمان، أفلام الستينات والخمسينات، ده قصة وده قصة، فالطباع نفسه بيديني بعض المشاكل، سواء لو في اختلاف في الطباع. حاجة تاني بقى اللي قدمها لي إسماعيل ياسين في وجبة فكاهية، اللي هي الحموات، تدخل أم الزوج. أظن بقى تدخل أم الزوج بتسبب مشاكل كتير جدا. حابب بقى ان انت تتكلمي بقى خاصة انت بقى كأنثى بتتكلمي على حماتك بقى، حماتك بتقدم لك ايه او على حسب. لا والله انا مش تقريبا مش كل الحموات زي بعضها. في حما بتبقى صديقه جدا لمرات ابنها وبتعاملها كويس كانها بنتها بالظبط. هي المشكله مش بتبقى في حما او في مشكله ماديات او مشكله عدم تفاهم، ولكن انا شايفه ان المشكله كلها بتكمن في ان الاشخاص نفسهم ما بيبقاش عندهم الخبره الكافيه ان هم يقدروا يتعاملوا مع الموقف بذكاء. انا نفسي ممكن انا ما بتكلمش عن نفسي عموما، اي بنت لو هي مقبله على الزواج حديثا هي هتعرف جوزها من خلال حماتها هي اللي هتحاول تفهمها ازاي تتعامل مع ابنها، لان الام اكتر حد بيبقى على درايه بالابن، وخصوصا ان هو تربى معاها فتره كبيره جدا. فالبنت اللي بتبقى لسه مقبله على الحياه حديثا ما بتبقاش عندها الخبره الكافيه ان هي تتعامل مع زوجها، فبالتالي لو هي عايزه تنجح في حياتها بتقرب اكتر من حماتها. فانا مش شايفه ان ممكن تكون حما مشكله كبيره. ممكن في اوقات معينه بطريقه بقى ذكيه ان انا احاول مش كل حاجه تتحكي لحماتي، مش كل حاجه تتحكي لاهل زوجي، ولكن المعامله تبقى بالمعروف يا استاذ عصام. تمام. ايضا برضو من بعض المشاكل عدم اهتمام الزوج بالزوجه، اللي هو عدم تقدير مشاعرها، عدم الاهتمام بالعلاقات وشؤونها نفسها. ايضا عندي قله المعرفه بالمعاشره الزوجيه بين الزوجين،
ده بيرجع للثقافه بقى يا استاذ عصام. احنا ثقافه مجتمعنا من الاول اساسا ما فيش ثقافه في التعامل بين الزوج وزوجته. حضرتك طبعا فهمني، مش هقدر اوضح اكتر من كده. فبالتالي بيبقى اغلب الفتيات والشباب بياخدوا افكارهم اللي هي اللي حضرتك فاهمها من خلال المواقع، ومن خلال ده يقعد مع صاحبه، دي تقعد مع صاحبتها. طبعا الموضوع بيبقى يعني مش كلنا زي بعض، فبالتالي برضو بتحصل مشكلات كبيره في الموضوع من الناحيه العاطفيه برضو. تمام. عندي بقى مشكله كبيره جدا بتقابل الزوجين، اللي هي كثره الديون. انت طبعا عارفه غلاء المهور، غلاء حتى الاجهزه الكهربائيه، غلاء المعيشه، غلاء التكاليف. فبالتالي العريس حابب ان هو يتزوج او يرتبط، فبيبدا يدخل بقى بالتقسيط، سواء جهاز، سواء كذا سواء كذا، او حتى بيشتري شقه او بيأجر شقه. فكثره الديون بتهاجم الزوج بعد وده برضو يا استاذ عصام سببه برضو ان احنا مع احترامي الشديد للشعب المصري كله، ان احنا عندنا ثقافه ان احنا في الاماكن الشعبيه بالاخص ان احنا لازم فلانه جابت فانا اجيب زيها، فلانه جابت في النيش حاجه مش عارفه ب 40,000 وانا لازم اجيب ب 50,000. وطبعا بنخش في ديون وفي مشاكل دي بتاثر على طبعا بتاثر يا استاذ عصام. بتبقى حاجات كلها ما بنستخدمهاش في الدول الاوروبيه وفي امريكا وفي عموما في اي دوله. مش هقول لك مصر الوحيده اللي احنا بنتكلف في شراء الاجهزه بشكل مبالغ فيه، وده بيسبب ديون. وبيبقى الاب كمان بيتحمل زياده عن طاقته، وده بيسبب برضو ايضا مشكلات العنوسه. شباب بنات كتير بالنسبه للشباب وللبنات. تمام. عندي بقى مشكله تانية حابب ان انا اطرحها، اللي هي الخلافات العائليه. الخلافات العائليه دي اللي هي بقى العريس والتجهيز والحفله. حتى لما ربنا سبحانه وتعالى بيرزق العريس والعروسه بطفل، الخلافات في تسميه المولود نفسه بيكون فيها اسباب من اسباب المشاكل. بيرجع بقى للتفاهم يا استاذ عصام، بيرجع للتفاهم بين الزوجين. طبعا بيبقى المفروض قبل ما نخش في مرحله الزواج لازم بنبقى مرتبين نفسنا في كل حاجه، بقى اتفاق على كل حاجه، مش شرط بس تسميه المولود، ولكن في كل حاجه. اصل الزواج ده عباره عن شراكه بين الزوجين. فعشان كده بتحصل اغلب المشكلات بسبب عدم التفاهم. وعندي بقى انا بقابل مشكلات كتير جدا، اللي هي يقول لك ايه، اثبت انك راجل، او ان الست تقول لصاحبتها ده لا ده نفسها اعلى من زوجها. فبيتهيألي الصراع بين الاقوى، يعني صراع اثبات الذات. تمام. كل واحد بينتصر لنفسه. تمام. ان ده كلمته اللي ماشيه، لا دي كلمتها اللي ماشيه. فبالتالي حتى الطباع، لو احنا حابين ان احنا نقرب وان احنا نقتصر مشاكل الزوجين، بنقابل بقى الصراع بين الاقوى ومين يثبت ان هو الاقوى. تمام. طبعا استاذ عصام، انا شايفه ان دي مشكله بتقابل كل البيوت المصريه، ان الست عايزه هي اللي تمشي كلمتها، والراجل يقول لا لا معلش لا معلش بيحصل. اسف. بيحصل يا استاذ عصام في بعض الاحيان. انما بس عشان بيرجع لذكاء الرجل. انا هنا في البرنامج بمثل الراجل المصري. طبعا يا استاذ عصام، وانا بمثل برضو الست المصريه، لكن الراجل المصري رجل بطباعه، خاصة كمان الريفي، خاصة كمان المتدين، أهل الصعيد على عيننا، أهل بحري، أهل إبل، الدنيا كلها. لا في حاجات كتير، وإحنا أنا معايا 4-5 نقاط هنقولهم في عجالة قبل ما نطلع فاصل. هنرجع نروح لفاصل ونرجع لكم مرة ثانية، ما تروحوش أي حاجة. هذا البرنامج برعاية